السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مرة تانية على قناة استفادة. لو حضرتك أول مرة بتشوفنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم بإذن الله هنتكلم عن معلومة في قصة عن ذبابة الدودة الحلزونية أو ذبابة الطفيليات كما يطلق عليها. هي ذبابة تحمل بويضات، وحينما تفقس تتحول إلى يرقات، وعندما تنمو تصبح دودة تسمى الخيطية أو الحلزونية، ثم تخرج من الجسم وتختبئ بعض الوقت لتصبح ذبابة مرة أخرى، وهكذا. دورتها الحياتية تكتمل فقط مع جسم الحيوان حينما تخرج منه لتصبح ذبابة. أما بالنسبة للجسم البشري لا تكتمل فيه دورتها الحياتية، نظرا لأن الإنسان لن يتحمل وجودها بداخل جسده نتيجة لشعوره بالألم الشديد منها، وبالتالي سوف يذهب للطبيب لإزالتها، بعكس الحيوان الذي يشعر هو أيضا بآلامها ولكن لا يمتلك القدرة على التخلص منها. وهي ذبابة موجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية وبعض بلدان العالم. في الفيديو تعرضت فتاة أمريكية تعمل بمجال البيئة لعدة عضات من هذه البعوضة التي تحمل حشرة ذبابة الدودة الحلزونية، حيث نمت بويضات تلك الحشرة بعد العض داخل ذراع الفتاة، فكونت 5 ديدان داخل ذراعها، حيث كانت قد تعرضت للعض لها أو منها أثناء القيام بممارسة عملها بمجال البيئة في الغابات. وهي تعتبر ذبابة فريدة من نوعها. وبالنسبة لأنواع الطفيليات الجلدية فهي في الغالب لا تنقل المرض للإنسان بنفسها تحت الجلد، ولكن هي تضع بيضها على البعوض والقراد أو أنواع الذباب الأخرى ليصبح هو الأداة أو الوسيلة لتكاثرهم. ولكن عندما يعض أحد الأشخاص من قبل إحدى هذه الحشرات تقوم البويضة بالفقس إلى يرقات بواسطة حرارة جسم الإنسان، وتقوم تلك اليرقات بالحفر أسفل الجلد، وتترك فتحة للتنفس أثناء تناولها الطعام، وهو الدم والأنسجة الحية التي تتغذى عليها بداخل الجسم البشري أو الجسم الحيواني. وتبدو الجحور وكأنها دمامل بيضاء كبيرة، ثم تنتفخ حتى تصبح تحت الجلد مسببة آلاما شديدة. وتفرز اليرقات أيضا نوعا من أنواع المضادات الحيوية لدرء العدوى أثناء تناولها الطعام. مع نمو اليرقة تنتفخ تحت الجلد وتسبب آلاما شديدة، وقد يشعر الضحايا آلاما أثناء العض أو أثناء الرضاعة أو امتصاص الدم. وإذا لم يتم إزالتها فسوف تخرج اليرقة من ثقبها الذي تركته للتنفس بعد 6 أو 8 أسابيع حتى تتمكن من التنفس. ونظرا لأن الديدان تكون متشبثة في الجلد داخل جحرها لهذا يصعب إزالتها، ولإزالتها من الجلد تسبب آلام، ولإزالتها من الجلد تكون بإحدى الطرق الآتية: أولا يوضع اللحم النيء فوق الثقب، هذا الثقب الذي تركته للتنفس. عندما تكون اليرقات غير قادرة على التنفس لانسداده باللحم النيء تجدها مضطرة لتحاول أن تخرج من هذا الثقب فتدخل داخل هذا اللحم النيء. وطريقة أخرى أحيانا يستخدمها الطبيب لإزالة اليرقات عن طريق الجراحة كما هي حالتنا المعروضة بالفيديو. هناك حالات قام الأطباء أيضا بإزالة تلك الديدان من الأعضاء التناسلية للأفراد والذراعين والساقين والصدور. وهناك حالات قام الأطباء بإزالتها إزالة تلك الديدان من الأعضاء التناسلية للأفراد والذراعين والساقين والصدور والعيون وفروة الرأس. ويمكن أن تتسبب بالنسبة للحيوانات الأليفة في حدوث إصابة أو تلف في الأنسجة حسب مكان الجحر أو الحفرة أو التجويف، وتؤدي إلى الوفاة أحيانا لأن أعدادها تكون كبيرة جدا. وفي العادة
تترك تلك الديدان بعد إزالتها ندبة أو علامة في الجلد. أفضل طريقة لمنع الإصابة أو للتحري منع عدم الإصابة بهذه الذبابة هي تجنب التعرض للعض من قبل أحد مضيفي الذبابة البالغة البعوض أو القراد، ولهذا يجب عليك ارتداء الملابس الواقية في المناطق التي من المحتمل أن تتعرض فيها للعض. هنا في هذا الفيديو نجد أن الطبيب قد قام بنزع 3 يرقات حتى الآن، ويحاول في الرابعة حتى الخامسة. لذا أرجو من حضراتكم استكمال مشاهدة المقطع حتى نرى كيف أتم هذا الطبيب هذه العملية. وفي نهاية المقطع إن أعجبك هذا الموضوع لا تبخل علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نتمكن من إيصالك كل جديد ونكون على اتصال معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.